بيبدأ فيلمنا مع بنت اسمها جولي، واللي كانت قاعدة في عربية ميرات والدها، وبنعرف إنها هتروح لدار الأيتام. ولما العربية بتوصل لدار الأيتام بنلاحظ إن المبنى موجود في نص الغابة، وكمان بيكون هادي جدا ومعزول عن الناس. وبنشوف بعدها البنات بدأت تروح عند الشباك وبيبصوا للعربية، وبيعرفوا إن في واحدة هتدخل دار الأيتام مع ميرات والدها. ميرات والدها بتبدأ تتكلم مع المديرة وبتقول لها يخلوا بالهم من جولي، وبعديها بتروح المديرة لجولي وبتقول لها ما تخافش علشان هنا هيعالجوها من المرض اللي هي حاسة بيه. وبنشوف بعدها جولي كانت واقفة مع مساعدة المديرة، واللي بتاخد حاجتها كلها وبتدخلها القفص. وبتكون جولي عاوزة تحتفظ بالمذكرات بتاعتها، لكن مساعدة المديرة بتضربها في القلم وبتقول لها إنها لازم تلتزم بالقوانين. وبعد ما جولي بتروح لسريرها بتلاقي إن اسمها كان مكتوب عليه، فبتعرف إن كان في واحدة موجودة في الميتم وعندها نفس الاسم. وبتجيلها بعدها واحدة من البنات واسمها كازو، وبتعرفها في نظام دار الأيتام. وأما كازو كانت لقيتها إنها خايفة من المكان بتديها حلوى كانت معاها وبتقول لها إنها هتكون صاحبتها. وفي تاني يوم بتبدأ المديرة تعرف البنات على جولي وبتقول لهم إنها هتكون معاهم من النهاردة. ولما جولي بتروح بتقعد جنب البنات بتلاقي واحدة اسمها كيرا بدأت تتكلم معاها وبتقول لها إنها هتقدر تخرج من دار الأيتام، وبتعرفها إن المديرة بتعمل مسابقة بين البنات، وإن البنت اللي هتبقى متفوقة أكتر هتروح تتعلم في منطقة طوكيو. وبعديها المديرة والمساعدة بتاعتها بيروحوا وبيدوهم الدواء قبل ما يناموا. وبعد ما جولي بتروح علشان تنام بتلاقي كيرا جت علشان تتكلم معاها وبتاخدها عند البنات اللي كانوا متجمعين، وبتظهر واحدة وبتفضل ترميها بالضوء وبتطلب إنها تعرف هي عيانة بإيه. وساعتها جولي بتبدأ تتعب فجأة وبتبدأ تطلع دم من بقها، وبتيجي بعدها صاحبتها كازو وبتخرج البنات من جنبها وبتخليها تروح ترتاح على سريرها. وتاني يوم جولي بتتقابل مع المديرة اللي كانت بتقول لها إنها ما تقلقش علشان هي هتعالجها. وبيعدي بعدها وقت وبنشوف جولي بدأت تاخد الحقن وبتكون عاوزة تتعافى من مرضها. وفي يوم بتكون جولي ماشية وبتتقابل مع صاحبتها كيرا، واللي بتقول لها إن جولي الأولى اختفت من دار الأيتام. وبعديها بنشوف مسابقة القفز بدأت وبتنجح البنت اللي اسمها يوكا إنها تكسر الرقم القياسي. وبيجي بعدها الدور على جولي، لكنها بتقف في نص المسافة ومش بتعرف تنط بسبب إنها عيانة. وبعد ما كازو صاحبتها بتدخل السباق وبتنط بتعرف إنها تتغلب على يوكا وبتكسر الرقم اللي عملته. وبعديها المديرة بتبدأ تتكلم مع البنات وبتقول لهم إنها عملت لهم وصفة أكل جديدة علشان عايزة مناعتهم تبقى أقوى بكتير، وبتقول لهم إن هم يقدروا ياكلوا دلوقتي لكن لازم ياخدوا الدواء قبل الأكل. وبعد ما كل البنات بتاخد الدواء جولي بتبدأ تتكلم مع كيرا وبتسألها لو جولي اللي قبلها كانت جميلة. وساعتها كيرا بتتجنن وبتكون عاوزة تخلص عليها، بس بتظهر كازو في الوقت المناسب وبتبعدها عنها. وبيلاحظوا إن كيرا ما بقتش قادرة تتحكم في نفسها وبيظهر إنها عيانة في مرض الأعصاب. وفي تاني يوم بنشوف جولي كانت قاعدة على سريرها وبتكون بتاخد الدواء اللي عملته المديرة. وبعديها بتيجي صاحبتها كيرا وبتعتذر لها على اللي حصل وبتقول لها انها ما كانتش في وعيها. وبعديها جولي بتروح علشان تتكلم مع صاحبتها كازو وبتقول لها انها عاوزة تشوف البحر. وساعتها كازو بتهربها بره دار الايتام وبتاخدها على البحيرة اللي جنب الغابة. وبعديها بيجي يوم السباق التاني وبنشوف جولي بالاول كانت متوترة لكنها بتعرف تنط المسافة بعيدة وبتبقى فرحانة جدا علشان عرفت انها تتغلب على مرضها. وفي يوم جولي كانت عاوزة تجيب الورقة اللي وقعت منها بس بتلاقي ايد ظهرت لها فجأة وبتكون عاوزة تتأكد من اللي شافته لكنها مش بتلاقي حاجة تحت السرير. وبعديها بتلاقي واحدة من البنات واللي اسمها اوجي وبتلاحظ ان وشها عليه دم. وتاني يوم بنشوف البنات كلها كانت متجمعة وبيتكلموا عن صاحبتهم اوجي واللي اختفت من دار الايتام. وبعديها بتيجي المديرة علشان توضح لهم اللي حصل وبتقول لهم ان والدة اوجي أخدت بنتها. وبعد لحظات بتبدأ جولي تتكلم مع صاحبتها كازو وبتقول لها إنها شافت أوجي وكان على وشها دم، لكن كازو بتكون مش مصدقة كلامها وبتقول لها إنها أكيد كانت بتتخيل. وبعد ما جولي قالت لكيرا على اللي حصل كيرا بتقول لها إنها كمان شافت جولي الأولى تحت السلم. وما جولي بتروح تبص تحت السلم
بتلاقي واحدة من البنات كانت موجودة وبتطلب المساعدة، وساعتها بتبدأ كيرا تتجنن وبتخلص على نفسها، ومش بتعرف جولي إنها تساعدها. وبعد ما تروح علشان تنده لمساعدة المديرة بترجع لكنها مش بتلاقي كيرا موجودة في المكان، وبعديها بتروح علشان تتكلم مع المديرة اللي بتقول لها إن صاحبتها كيرا هتنتقل من المكان، وبتقول لها كمان إنها هتغير لها نوعية الدواء علشان شافتها بقت تعبانة في الفترة الأخيرة. وفي تاني يوم جولي بتصحى من النوم وبتدوس على الإزاز لكنها مش بتكون حاسة بألم، ومع مرور الوقت بنشوف جولي كانت عايزة تتمرن وبتنط في كل قوتها، وبتلاقي نفسها نطت لمسافة بعيدة جدا. وما صاحبتها كازو بتشوفها بتاخدها على جنب وبتتكلم معاها وبتحذرها ما تقولش لحد بقوتها الخارقة، وبتبدأ بعدها جولي تحكي لها اللي بيحصل لها وبتقول لها انها ما بقتش تتألم من اي حاجة. وساعتها صاحبتها كازو بتخاف منها وبتقول لها انها هتمشي دلوقتي لكن هترجع. وبعد ما جولي بتروح للمديرة وبتقول لها انها بقت كويسة بتقول لها المديرة انها مش هتوقف اخد الدواء، وبيجي بعدها اليوم اللي هيختاروا بيه البنت اللي هتروح لمدرسة طوكيو، وبتقول لهم المديرة إن اللي كسبت هي صاحبتهم جولي. وبنلاحظ إن يوكا كانت متضايقة وعايزة تمشي من المكان، لكن جولي بتجيلها وبتعتذر منها، وساعتها يوكا بتتجنن وكانت عاوزة تخلص عليها، لكن جولي بتزقها وبتكسر الإزاز، وبتبدأ جولي تستخدم قوتها الخارقة وبتنجح إنها تخلص عليها. وبعديها بتيجي كازو وبتفضل تزعق على صاحبتها جولي وبتقول لها إنها مش إنسانة عادية. وفي يوم بنشوف جولي راحت مع كازو لمكتب المديرة وبيحاولوا يوصلوا المعلومة علشان يثبتوا إن البنات بيمشوا من دار الأيتام. وبعد ما المديرة بتدخل المكتب مع حد من الضباط بنعرف إن جولي وصاحبتها استخبوا قبل ما يدخلوا، وبنعرف بعديها إن الضابط بيكون شريك المديرة وإن هم بيجربوا عقار دوائي على البنات علشان عاوزينهم يبقوا أقوياء. وبنشوف المديرة وهي متعصبة من الضابط وبتبدأ تتخانق معاه، والضابط بيكون عاوزها إنها توقف التجارب بتاعتها علشان ده اتسبب في موت أكتر من بنت. وبعد ما الضابط والمديرة بيمشوا من المكتب جولي وصاحبتها بيبدأوا يدوروا في الملفات وبيعرفوا إن المديرة كانت بتجرب عقار دوائي عليهم، وبيعرفوا إن الدواء ده بيطور نفسه يوم بعد يوم لكنه مش بيتحمل يبقى في جميع الأجسام. وبيظهر بعديها إن البنت يوكا كانت عايشة وما ماتتش وبتكون عاوزة ترمي نفسها من فوق الشجرة، والبنات بيحاولوا يمنعوها لكن يوكا مش بتسمع لكلامهم وبتخلص على نفسها. وبعد ما البنات كلهم يدخلوا دار الأيتام بتلاحظ مساعدة المديرة إن جولي وكازو ما كانوش معاهم، بتعرف إن هم هربوا من دار الأيتام. ولما المساعدة تروح تبلغ المديرة على اللي حصل بتضربها المديرة وبتهزقها. وفي الوقت ده جولي وكازو كانوا بيهربوا في الغابة لغاية ما بيلاقوا في وشهم معسكر كبير، وساعتها بيظهر لهم الضابط الفاسد وبيضربهم وبيكون عاوز يرجعهم لدار الأيتام، لكن جولي بتقدر إنها تضربه وبتهرب مع صاحبتها، لكن الضابط بيضرب عليها نار وبيوقعها على الأرض. وبعد ما كازو بتهرب من المكان بنشوف الضابط خد جولي وبيرجعها لدار الأيتام، وبعديها المديرة بتبدأ تعالجها وبتديها عقار علشان تستعيد قوتها. وفي الوقت ده كازو بتقدر تدخل دار الأيتام من تاني وبتشيل الرباط اللي كان محطوط على جولي، ولما بتلاحظ صوت وبتروح علشان تشوف في ايه بيظهر الضابط الفاسد وبيبدأ يضربها لحد ما يغمى عليها. وبنشوف بعديها المساعدة بتضرب المديرة وبتاخد حقها، وبيظهر إنها كانت بتشتغل لحساب الضابط. وبعديها بيهجم على دار الأيتام مجموعة من الضباط الفاسدين، والضابط بيخلي المديرة تحت رحمته. وبعديها بنشوف كازو في قفص مليان في المية وبتفضل المية تنزل عليها وتغرقها، وكازو بتحاول إنها تطلب المساعدة من جولي لكنها بتفشل وبتموت جوه المية. وبعد ما جولي بتصحى من الغيبوبة اللي كانت بيها بتلاقي البنات اللي اختفوا كانوا جوه المية وميتين، وبتكون مش مصدقة عينيها. ولما بتشوف كازو ميتة معاهم بتنهار وبتقرر إنها تنتقم لها. وفي الوقت ده بنشوف المديرة وهي بتطلق نار لناحية الضابط وبتقوله إنها ما عندهاش أي حاجة تخسرها، وساعتها الضابط بيؤمر رجالته إنهم يخلصوا عليها، لكن جولي بتظهر وبتبدأ تهاجمهم. ولما الضباط بيضربوا عليها نار بيلاقوها قوية جدا ومش بيحصل لها أي حاجة، وساعتها جولي بتعرف تخلص على الضباط كلهم وبتسيبهم مرميين على الأرض وبتمشي. وفي نفس الوقت
بنشوف البنات كلها بدأت تتجنن وبيقوموا واكلين مساعدة المديرة، وبنشوف بعديها جولي بدأت تتعارك مع المديرة وبتبدأ تضربها لغاية ما بتقع على الأرض. وأما المديرة بتضرب عليها نار بتمشي الطلقة من جسمها وبتيجي على القفص بتاع كازو وبتخرج المية كلها على الأرض. وساعتها جولي بتتعصب منها أكتر وبتبدأ تهاجمها وبتخلص عليها. وبعديها جولي بتروح بتقعد جنب صاحبتها كازو وبتقول لها إن هما دلوقتي هيقدروا يرجعوا للبيت. وفي كده فيلمنا بينتهي. أتمنى تدوني رأيكم في التعليقات وتضغطوا لايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس. بحبكم قوي. باي باي.